واحد محشش شاف واحد مسكين نايم على الأرض في الشارع، قام جايب حجر وضربه على دماغه بيه. لما سألوه عملت كده ليه؟ قال لهم صعب عليا، قلت يروح ينام في المستشفى أحسن من نومة الشارع. ربنا يقدرنا على فعل الخير. واحد بيعاكس واحدة في الشارع فبيقول لها يا ترى اللي تحت المكياج جمال ساطع ولا جمال ضفادع؟ قالت له طيب واللي تحت النضارة جمال رباني ولا قرد باكستاني؟ واحد كتب على الفيس ربنا يسعد اللي اخترع الانترنت، مش زي ناس وقعت على دماغها تفاحة سودت عيشتنا في ثانوية عامة. واحد محشش أمه قالت له اقف قدام الباب ولو جارتنا جت سألت عليا قول لها مش هنا. راح وقف قدام الباب، بعد شوية جارتهم جت وسألته أمك هنا؟ قال لها لا مش هنا. قالت له طب هتيجي امتى؟ قال لها استنى اخش أسألها. الراجل عجوز دخل في غيبوبة فولاده بعتوه ألمانيا علشان يتعالج هناك، فلما فاق لقى نفسه قاعد في حديقة المستشفى وحواليه ممرضات كتير شقر. فبيبص لقى ابنه ماشي بعيد فبيناديله بيقول له يا مرسي انت ايه اللي جابك الجنة يا ابني؟ انت لا كنت بتصلي ولا بتصوم؟ واحد بيقول انا اهلي بيصحوني من النوم على اتفه الاسباب، بس لما يكون في اكل بيقولوا حرام خليه نايم. واحد ومراته بيتفرجوا على فيلم رعب ففجأة الزومبي طلع على الشاشة، فمراته راحت مخضوضة وقالت ماما. قال لها تصدقي معرفتهاش من أول مرة. بيقول لك شيخ دخل يصلي وقلع الجزمة قدام الجامع، فجه عيل صغير خد الجزمة رسم عليها وش حمار، فالشيخ لما خلص صلاة خرج بيبص للجزمة فراح قايل مين اللي رسم وشه على الجزمة. بيقول لك اللي كانوا بيتوضوا جوه وبيتمضمضوا والمية في بقهم طلعت من ودانهم. بنت ادت رقم اخوها لصاحبتها علشان تختبره، فالمهم البنت اتصلت بيه وبتقول له ممكن نتعرف؟ قال لها انا عندي اخت وعندي ام وبخاف عليهم، وراح قافل السكة. بيقول لك البت اتصدمت واخته اتصدمت وشركة الاتصالات اتصدمت وانت بتسمع الفيديو دلوقتي اتصدمت. وبعد الصدمات دي كلها وبعد مرور دقايق الشاب رجع اتصل بالبنت وقال لها معلش عشان كان ابويا جنبي. انت بتقولي ايه؟ مرة واحد محشش ابنه اتطرد من المدرسة فراح معاه تاني يوم علشان يشوف سبب الطرد، فالأستاذ بيقول له ابنك غبي أوي على فكرة وده هثبتهولك دلوقتي. قام جايب بيضة نعامة وقال للواد ايه دي يا حبيبي؟ قال له دي بيضة حمار. كل اللي موجودين في الأوضة راحوا باصين لأبوه أوي كده، قال لهم والله ما غششته. واحد محشش واقف قدام بيته وعربية شرطة معدية، فالظابط بيسأله بيقول له انت من اهل البيت؟ قال له ولا حتى من كفار قريش. بيقول لك وهم في طريقهم للقسم الراجل بقى يبوس ايد الظابط علشان ينزله، والظابط مصمم ان اللي يدفع له الكفالة ابو لهب. مرة واحد سايق عربية ومعاه مراته وأمه وحماته، فالظابط وقفه فبيقول له مين اللي معاك؟ راح مشاور على مراته وقال له دي حبيبة الروح، وشاور على أمه وقال له دي روح الروح، وراح مشاور على حماته وقال له دي مطرح ما نروح بتروح. بيقول لك مرة مدرس تاريخ نقلوه مدرسة كلها محششين، فأول طالب بيسأله قال له مين اللي قتل أبو جهل؟ قال له والله ما أعرف يا أستاذ. راح مقوم الطالب التاني قال له مين اللي قتل أبو جهل؟ قال له أنا كنت غايب امبارح. راح موقف الطالب التالت قال له مين اللي قتل أبو جهل؟ قال له والله يا أستاذ أنا ما أقدرش أقتل نملة. فلما المدرس شاف كمية الغباء دي كلها خدهم وراح رايح على المدير حكى له القصة، فالمدير راح واخده على جنب كده وقال له يا أستاذ أنت متأكد إن اللي قتل أبو جهل في تالتة أول؟ واحدة بتقول لصاحبتها خلي جوزك يخونك علشان يوم القيامة يتسلغ جلده وما يتجوزش واحدة تانية عليك ويقهرك. يخرب بيتك انت بتخططي كمان ليوم القيامة. بيقولك إبليس راح يتابع القناة بتاعتها على التليجرام. واحدة طول الوقت بتقول لجوزها يا حبيبي يا حياتي يا روحي، فجوزها حب يكافئها فخلاها تروح تحج، فلما راحت تحج ورجعت بطلت الكلام ده كله، فجوزها بيبص لها وبيقول لها في ايه اللي حصل؟ قالت له اصل انا حجيت فبطلت اكذب.
واحد مراته غمزت له علشان يفهم ان النهارده الخميس. المهم فهم فنده على ابنه، راح مديله 1000 جنيه وقال له روح بات النهارده عند عمتك. فبعد شويه الواد رجع ومعاه 2000 جنيه وبيقول لابوه عمتي بتقولك هو انت النهارده عندك الخميس واحنا عندنا التلات.